انا اقول لك يا عم، اقول لك شريف وهدان قال لك ايه بعد ما بص في عينيك ولف حواليك، نفخ دخان سيجارته في عينيك عشان يعميك، وقال لك من سوق الجنة ده هيجيب لكم العار، هيجيب لكم العار منصور. انا اقول لك حط ايدك جوا جيبك، طلع مسدسك وصفيه، صفيه وانت هتبقى الكبير وانا احميك. السلام عليكم يا عم، يا اهلا 300 مرحبا حبيبي ولد اخوي، كيفك؟ انا بخير الحمد لله يا عم. امال ايه اللي جابك؟ جاي اسلم على ولاد عمي، وحشتوني. الحاجة التانية جاي اكلمك في ورث ابوي. يا وارث مين يورثك؟ يا وارث مين يورثك يا ولدي؟ ده انت جاي في ميتم، الناس بتموت. ورثي يا بلد، وقول ورثي يا ولد اخوي. ورثي يا عم، ورثي انا واخواتي من ابوي الله يرحمه. انا عايز ورثي يا عم. يعني انت ما كفاكش تعليم وعلمناك وكبرت، وجواز لاخواتك البنات وجوزناهم، ورثي بقى تاني؟ مش كفايه يا ولدي؟ كفايه ازاي يا عم؟ احنا ورثنا 5 فدن، ما خدناش حاجه منهم خالص. كم ملطوش اللي حضرتك بتبعتهم كل شهر ما يعملوش حاجه خالص. تعليمنا احنا علمتهولنا اماي، هي اللي علمتنا، هي اللي كانت بتخيط من الخياطه لما ظهرها اتقطم عشان تعلمنا يا عم. وخلاص الورث يا ولد اخوي، مش ابوك مات الله يرحمه واحنا كل سنويه بنطلع له الشيء الفلاني؟ خلاص عاد. ازاي يا عم؟ انا عايز ورثي، مش هتنازل عنه. طب مالكش حاجه عندي، واللي اعلى في خيلك اركبه، مالكش حاجه عندي بقى كده يا عم. على العموم هنعرف نجيب حقي انا ازاي وحق اخواتي ازاي. السلام عليكم.